السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهارده شوفوا احنا كنا هنتغدى ايه. هنتغدى كوسة في صلصة، وهنتغدى فراخ مسلوقة، وطبعا معاها رز بشعرية. بس قلت وانا بطبخ كده اتكلم معاكم شوية. هتكلم معاكم يا جماعة على حاجة عبارة عن انها تجربة شخصية ليا. إيه، هتكلم معاكم على ان ازاي تعرف ان في شخصيات سامة في حياتك او اشخاص مؤذيين في حياتك. الشخص ده بيبقى قدامك حلو وجميل ويقول فيك احلى كلام، وانت ومن وراك يوصلك كلام انت اصلا ما تعرفوش عن نفسك. ليه؟ ليه؟ عشان هو شخص مؤذي، عشان هو شخص ناقص، حاسس بالنقص من ناحيتك، بيشوفك يشوف نقصه، كعبك عالي عليه. الشخص اللي زي ده ما تلفلوش تبصله، سيبه يهري وينكت بعيد عنك كويس قوي، وبعدين لفله او بصله، عرفه ان انت عرفت، بس ارجع تاني لمكانك عشان انت اعلى منه، ما ينفعش تنزل نفسك ليه. وده عن تجربة شخصية ليا، انا مريت بيها، وللأسف انت بتعرفيها بعد فترة من الزمن، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 2، ممكن بعد اكتر. الشخصيات دي يا جماعة شخصيات اسمها شخصيات سامة، علاقات مؤذية. دول اشخاص يعني ممكن يوصلوك لانهم يدمروك. لأ، انت دمرهم انت بان انت ما تعبرهمش وتفضل على وضعك، وربنا ان شاء الله يبعدنا عنهم. اهم حاجة يا جماعة تعملوا طبعا القناة وتدوس لايك، تكتب لي تعليق حلو كده، وربنا ان شاء الله يعافينا ويبعد عننا الاشخاص دولت، لانهم بقوا كتير ماشي معانا طول حياتنا، عمالين نسيب واحد نلاقي واحد، نسيب واحد نلاقي واحد. ربنا ان شاء الله يبعد الاشخاص دول عننا. بس صدقني الشخص ده لما يضربك ما تزعلش منه، بالعكس افرح ان انت احسن منه.